رحلتنا النهاردة لواحد من أهم وأجمل الشوارع الموجودة في مدينة القاهرة، واللي كتير مننا ممكن ما يكونوش سمعوا عنه بالرغم من جماله وأهميته، وهو تجمع لمقامات وأضرحة مجموعة كبيرة جدا من آل البيت، واللي مشهور عنه اسم مسار آل البيت أو البقيع 2، وهو شارع الأشراف. هناخدكم النهاردة في جولة في الشارع الجميل هنا، نعرفكم على أهم مزاراته وجوامعه وتاريخه. أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي حكاية شارع الأشراف. الوصول للشارع هنا سهل جدا وليه كذا طريق. أسهلهم لو أنت جاي من السيدة زينب، اوصل لحد جامع ابن طولون واخرج من شارع الصليبة في اتجاه ميدان القلعة لحد ما توصل لسبيل أم عباس على شمالك. هتدخل في الشارع اللي على اليمين، وأهلا بيك في شارع الأشراف. أول مسجد هيقابلك في الشارع هو مسجد سيدي محمد الأنور، واللي جده الإمام الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب، واللي يعتبر برضه هو عم السيدة نفيسة. وبعديه على طول هتلاقي على يدك الشمال مسجد ستنا سكينة رضي الله عنها بنت الإمام الحسين وأخت السيدة فاطمة النبوية والإمام علي زين العابدين. وقدام شوية هتلاقي قبة شجرة الدر زوجة نجم الدين أيوب، واللي تعتبر أول ملوك دولة المماليك. وبعديه هنلاقي مسجد السيدة رقية بنت سيدنا علي بن أبي طالب، واللي جدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ساحة المسجد بنلاقي قبة الإمام علي صادق الجعفري ابن الإمام جعفر الصادق، اللي يرجع نسبه برضه للإمام علي. وبنلاقي في نفس المكان برضه قبة السيدة عاتكة بنت عبد المطلب عمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقدام مسجد السيدة رقية هنلاقي مقام العالم أبو بكر محمد بن سيرين، واحد من أئمة التفسير والحديث والفقه، واللي بينسب ليه كتاب ابن سيرين لتفسير الأحلام، وإن كان في كلام كتير حوالين نسب الكتاب دوت بالذات ليه من عدمه. وبعديها موجود قبة الأشرف بن قلاوون، واحد من سلاطين دولة المماليك طبعا، واللي جنبه قبة فاطمة خاتون بنت محمد الأشرف بن قنصوة الغوري السلطان المملوكي. وبينتهي الشارع بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها ابنة الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وبكده تكون انتهت جولتنا السريعة النهاردة من داخل شارع الأشراف، اللي الدولة اهتمت بيه أخيرا وخلته مزار سياحي ما يقلش عن شارع المعز في حاجة، بل يزيد عنه بتشريف آل البيت ليه. شارع فعلا يستحق الزيارة، ووعد مش هتندم. وبس كده، كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي. ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه ان الحلقة عجبتك، فما تنساش اللايك والشير، ولو أول مرة تنورنا على القناة الاشتراك وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا أول بأول. واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.